أنا عندي سؤال، هي ليه مصر بتغيّر توقيت الساعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم في حلقة جديدة من قناة أنا عندي سؤال، وأهلًا بيكم في الموسم التاني من قناة أنا عندي سؤال بعد موسم أول قدرنا نوصل بيه ل128 مشترك. إن شاء الله لسه مشوارنا طويل، ونتمنى إن أنتم تستمروا معانا في الدعم للقناة، وإن شاء الله نوصل لحتة بعيدة معاكم. طيب النهارده جايين نتكلم عن موضوع بيهم المصريين بشكل كبير جدًا، بحيث إن هم أصلًا بيسألوا بعض بقى لهم كتير، هو ليه آخر جمعة في شهر إبريل بنغيّر الساعة وبنقدمها 60 دقيقة؟ ده سؤال مهم جدًا بقى لنا فترة بنسأله، وهو ليه مثلًا ما بيتعالجش، ليه ما بيخلصش عشان ما نقعدش نسأل بقى الساعة كام، وشوية الإفيهات اللي بتنزل بعد الساعة 12:00 دي، والساعة بقت في ساعة اتسرقت من عمرنا، وفي مش عارف ساعة ضاعت والكلام طبعًا اللي إحنا كلنا عارفينه ده. بس برضه ليه كل ده بيحصل؟ ليه ما وقفش في فترة محددة، وإزاي بدأ؟ فخلونا نبدأ الحلقة كيف ومتى بدأ؟ أول مرة تم العمل بفكرة النظام الصيفي دي كانت سنة 1940، الحرب العالمية التانية. في ظل حكم الملك فاروق الأول هنا في مصر، قرر إن هو يعمل بالنظام ده. طب ليه؟ عشان يوفر التكاليف اللي كانت موجودة في الطاقة وفي البترول في البنزين في أي نوع من أنواع الطاقة عموما، كوقود أو أي حاجة، ويوجهها للحرب، لأن ساعتها كانت إنجلترا بطبيعة الحال بتستخدم أراضينا وسمائنا للحرب، بتستخدم وقودنا وطاقتنا وبتستخدم عمالنا للحرب، فبالتالي في توجيه تكاليف ضخمة كبيرة جدا ناحية الحرب دي ضد دول المحور. فكان طبيعي ان احنا نحتاج نعمل حاجة زي كده، وبعدين دي مش اي حرب، دي حرب عالمية، فكان من الطبيعي ان انت تتأثر بيها. ده يا اخي حتى لما قامت الحرب ما بين روسيا واوكرانيا اللي ما بينك وما بينها عدة دول ومسافة وبحر متوسط وبحر اسود وقصة طويلة عقبال ما توصل هناك، بتتكلم ان انت مجرد ما قامت الحرب وشوية بس كده لقيت الاسعار غليت وبشكل واضح وصريح. فما بالك بقى لما تبقى حرب عالمية؟ فكان طبيعي ان احنا نحتاج نعمل بنظام زي ده. المهم النظام ده فضل 5 سنين لغاية سنة 1945 ووقف. وبس كده؟ لا، رجع تاني سنة 1957. بس ليه؟ حرب برضو؟ حرب برضو، ولكن المرة دي مش أي حرب، المرة دي حرب شاركت فيها مصر بشكل أساسي، هي كانت الطرف الأول في الحرب. عدوان 56 تحت عنوان أزمة السويس. تم تأميم قناة السويس بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اللي أدى لتدخل فرنسا وبريطانيا، بحكم إن هم شايفين إن دي ممتلكات ليهم وحق ليهم، وخاصة إن كمان امتياز قناة السويس لسه مخلص. فقرروا إن هم يخشوا ويقوموا حرب، وطبعا العدو الصهيوني اللي راشق في أي خراب جه ودخل معاهم في الحرب دي. ووضع مصر ما كانش أحسن حاجة، بحيث إن هم كانوا لسه خارجين من ثورة، وخروجهم من الثورة دي كان محتاج إن أنت تبتدي تعدل الأمور وتظبط الأوضاع بتاعت مصر وتاخد كل منعطف والتاني على الهادي خالص. ولكن أنت خلصت الثورة لقيت أعدائك موجودين وهتخش معاهم حرب. ففي الوقت ده ما كانتش مصر جاهزة خالص اقتصاديا أو عسكريا أو بأي شكل إنها تخش الحرب دي، ولكن الحرب دي كسبتها سياسيا، ولكن ده موضوع تاني. المهم إنها استغلت النظام الصيفي تاني. ليه؟ عشان تقدر توفر طاقة في الوقت ده، ما خلاص احنا هنودي الفلوس بتاعتنا ناحية المنشآت العسكرية، فكان طبيعي ان انا ابتدي اوفر شوية طاقة عشان اوفر موارد، واوفر فلوس عشان اقدر ادفعها في مكان تاني. وحتى بعد ما الحرب خلصت استمروا بنفس النظام ده. طب ليه؟ عشان مصر يبقى زي ما بقولك لسه في وضع عايزة تتزن، عايزة تظبط الأمور، فكانت مركزة على إنشاء المصانع بدون أي مساعدات أجنبية بمال وطني. فكان في كمية مشاريع تانية كتير محتاجة فلوس، فبالتالي فضلوا يلجأوا لنفس النظام دوت عشان يوفر لهم فلوس. وهو فعلا عمل كده، إن هو قدر يوفر الوقت اللي زي ما الناس بتقول وقت الذروة بتاع استخدام الكهرباء، بحيث ان الناس كانت بتقعد في بيوتها في الوقت ده، فبالتالي هيوفر لنا ايه؟ فلوس. طيب دلوقتي، طب ليه محطات الكهرباء ليه ما توفرش هي الطاقة للناس دي؟ هقول لك انا. دلوقتي في الفترة دي محطات الكهرباء ما كانتش مصممة للاستهلاك الكهرباء اللي كان موجود. يعني محطات الكهرباء في الفترة دي كانت بتركز على حاجات بسيطة جدا، لان ببساطة انت في الفترة دي اللي كان عندهم تلفزيون وراديو ومش عارف الادوات المروحة او حاجة زي كده كانوا قليلين جدا. فان انت الموضوع ينتشر
بعد الحرب دي وبعد الثوره بيحصل انتشار، وبعد توزيع الثروات اللي حصل في مصر ده ادى لان الناس يبقى عندهم دخل، فخلاهم يشتروا بعض الالات الحديثه، فده خلى ان يحصل اجهاد على الكهرباء اللي هي محطات اصلا مرهقه، كل طاقتها انها يعني تجهز طاقه مثلا لمحطات القطار، تجهز طاقه لاعمده الاناره، اكتر من كده ما كانتش جاهزه ليه. فطبعا ده شكل ارهاق عليها بشكل ضخم، وما كانتش قادره عليه. طيب ممكن واحد يسال دلوقتي، هل مصر هي الدوله الوحيده اللي بتنفذ الموضوع ده؟ الاجابه لا. في الحقيقه اصلا اللي بدا الموضوع ده كانت المانيا في الحرب العالميه، والمانيا في الحرب العالميه استخدمت الموضوع ده ليه؟ الصراحه المانيا طبيعي زي ما قلنا دي حرب عالميه، فطبيعي ان انت ايا كنت مين هتسقط امامها باقتصادك، او هتحصل على الاقل بعض التداعيات في بعض الاقسام الاخرى، او سعر عمله يضرب، ذهب يغرق، قصص واسعه كبيره جدا في الاقتصاد ممكن تاثر على اي دوله في الوقت ده، وحتى الدول المجاوره او حتى دول موجوده في العالم عموما هياثر عليها، لان دي حرب عالميه. ما بالك بالحروب اللي بتحصل دلوقتي زي حرب ايران، دي اثرت بشكل كبير جدا على اوروبا، واوروبا في قاره وايران في قاره، ولكن اثرت عليها بحكم ان دلوقتي بقى العالم كله منفتح على بعضه، والموارد رايحه جايه، اي نوع من الموارد يتعطل، وبالذات زي مورد البترول واللي هو المورد الاساسي للطاقه، ده هيضيع العالم كله ويسيب العالم غرقان في مشكله كبيره جدا. طبعا ده اللي حصل. وفي دول تانية بتستخدمه زي دول أشقاء لمصر زي المغرب ولبنان، وفي دول تانية زي إيطاليا، وفي ولايات في أمريكا استخدمت نفس القصة دي، وفرنسا بحكم الظروف اللي بيتحطوا فيها بيستخدموا الموضوع دوت، وبحكم كمان وجود سكان، توافر السكان بشكل كبير مع صعوبة توفير الطاقة بالنسبة لهم، ده بيخلي فيه أزمة في القدرة إن أنت توفر طاقة للجمهور للشعب، فبالتالي بتضطر إن أنت تستخدم النظام ده، او مش بتضطر، هو عموما حاجه كويسه ان انت توفر فلوس، يعني ممكن حتى انت ما يبقاش عندك مشكله في الطاقه، ولكن لو حابب ان انت توفر فلوس من القصه عموما، يعني ان انت توفر فلوس دي حاجه كويسه ليه؟ عشان تقدر تصرفها في مكان تاني، تزود مرتبات، تزود فرص عمل، تزود يعني عموما الفلوس دي ممكن تضخ في اي حاجه تانية تحسن ظروف الدوله الاقتصاديه. طيب دلوقتي ممكن واحد وانا قاعد بقول يوفر، يقلل، يحافظ، يقول لك هو نظام الساعة الصيفية ده هيعمل كل ده ازاي؟ حلو قوي، مش انت سألت؟ عليا انا الجواب. استنى كده، خد الجواب اهو. او استنى هبعته لك في البوست. ما تكملش كلام، ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. دلوقتي بداية الإجابة على سؤالك ده بتبدأ بفكرة إيه هو نظام الساعة الصيفية؟ دلوقتي الساعة بتبقى الساعة 11:59، مجرد أنت مستني 60 ثانية تبقى الساعة 12، بقت واحدة، ساعة طارت من اليوم الجديد، او ما نسميه احنا يعني عشان نقدر نسمي الزمن فرمزنا له بالساعة، فكأن في ساعة طارت من اليوم الجديد. خلينا نقولها بمصطلح احسن، انت يومك الجديد اتقدم ساعة، فانت بالتالي بدل ما يومك في العادي هيبقى شغلك مثلا الساعة 7، فلا، انت شغلك في الواقع هيبقى ايه 6، ولكن 6 دي عشان انت قدمت الساعة فهتبقى 7، فبالتالي يومك اتقدم ساعة كاملة. طيب ده هيغير ايه؟ هقول لك هيغير ايه. انت دلوقتي لما بتيجي الساعة 7 مثلا بيبقى الفجر مثلا مدن بقاله ساعة او ساعتين على حسب يعني، بس الفكرة ساعة او ساعتين. طيب انت لما تقدم ساعة فهو هيبقى بقاله ساعة او لسه مدة من شوية، فبالتالي انت بقيت صاحي على اول النهار، يعني انت صاحي اول النهار، النهار بقى كله كده اللي هتستغله انت هيبقى اقل. ليه؟ لان ساعات النهار بقت بالنسبه لك في يومك انت اكتر، بحيث ان انت اصلا مثلا اسره عاديه اب وام واطفال بيبتدوا يومهم، راحوا الساعه 7 النهار لسه بادئ، وراحوا الشغل هيروحوا مثلا الساعه 2، وفضلوا قاعدين على لغايه لما الليل يجي لغايه الساعه كام؟ لغايه الساعه 8. طيب وفي الاساس لو انت كنت عشت يومك الطبيعي كان ايه اللي هيحصل؟ كانت الساعه بتاعه المغرب او غروب الشمس عشان الليل يجي، وانا ليه بتكلم عن الليل؟ عشان اكتر فتره احنا بنولع فيها الانوار هي بالليل. في ناس بتولع يعني النهار، بس الليل اساسي اكتر، ان انت دايما بتلجأ لفكره ان الليل هو الوقت اللي انت كده كده مش شايف فيه حاجه وبتبقى صاحي، فبتبقى محتاج فيه النور. وبحكم الموضوع دلوقتي كمان بالذات ان الناس ما بقتش محتاجه انها تولع النور الصبح بارتفاع فواتير الكهرباء والنور والحمله الترويجيه اللي بقت حاصله على الكهرباء دي، بقى الناس حابين يوفروا كهرباء اكتر. المهم دلوقتي بقى يومك كله اتقدم، فليلك يبدا الساعه 8، فبقت عدد ساعاتك مثلا عشان انت تفضل صاحي لغايه الساعه 12 بقت 4 ساعات، فانت استغلالك للكهرباء الفعلي
هيكون 4 ساعات، ممكن يعني على الساعه 7:30 مثلا بتبتدي تليل شويه، الناس بتفتح، فبقت 4 ساعات ونص. يعني 4 ساعات ونص بس اللي بتستغل فيهم الكهرباء، على عكس الشتاء اللي بتستغل فيه الطاقه اكتر. فالدنيا بتمشي بهذا الشكل. طب هل ده بيوفر؟ اه بيوفر. طب ازاي؟ طيب انا مش هرد عليك بالكلام بتاعنا، لا انا هرد عليك باحصائيات وتقارير موثوقه. منين؟ من وزاره الكهرباء. بتقول ان مصر بتوفر 10% من الطاقه ومن المصروفات اللي بتصرف عليها، وده ما يعادل ملايين الدولارات سنويا. ده بسبب ايه؟ بسبب فكره الساعه الصيفيه اللي بتتقدم دي. طيب وهل ال 10% دي مؤثره؟ مبدئيا قبل كل حاجه، الاحصائيه اللي انا جايبها لك دي كانت احصائيه اتقدمت لمجلس النواب سنه 2023. وبالنسبه لل 10% اللي انت بتتكلم عليها دي، فملايين الدولارات دي مش حاجه بسيطه خالص. ملايين الدولارات انها تبقى موجوده، مليون دولار، انت لو بقى معاك مليون دولار انت بتفكر لاخر السنه هتعمل بيهم ايه. فده طبيعي. وطبعا طالما انت بتتكلم على مستوى دوله فدي حاجه مؤثره. وانا عارف ان ممكن واحد دلوقتي يقول لي هي 10% دي حاجه يا عم عمر. طيب مبدئيا عشان ارد على سؤالك ده لازم تعرف يا صديقي حاجه مهمه قوي، ان مصر بتمر بمشكله كبيره وهي العبء السكاني. يوه عبء، كل شويه تكلمونا في القصه دي. معلش لازم نتكلم في القصه دي لانها فعلا بتشكل عبء. انا عارف ان انت ممكن تقول لي مثلا ان الصين عندها ربع سكان الكوكب ومحدش قال ان عندها مشكله من النوع ده. هي الصين عندها مشاكلها، ولكن فكره انها اقوى اقتصاد دي برضو ممكن انت تواجهني بيها. ولكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. هي الصين اقوى اقتصاد في العالم، بس تجربتها غير تجربتك، حالتها غير حالتك. ازاي؟ الصين بادئه مبدئيا تنميه من ايام المغول. انت بادئ بعد ثوره ضباط الاحرار، دخلت بعد الثوره في نكسه، وقبلها عدوان ثلاثي، وبعد العدوان والنكسه حصل لك بقى حرب اكتوبر، وبعد حرب اكتوبر ابتديت تقف على حالك شويه، تم اغتيال السادات، جه محمد حسني مبارك، مشكله بقى امريكا والاتحاد السوفيتي سقط. حاجات كتير جدا 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 طبعا ما اثرتش عليك لوحدك، ولكن كونك دوله ناميه لسه بتحاول تطلع، وكمان من اهم الدول اللي كانت بتزعم افريقيا، فكان ليها اثر كبير جدا عليك. طيب وبعد كده حصلت الثورتين بتاعت 2011 و2013 اللي خلوك برضو اثروا بشكل معين اقتصاديا على الدوله. دلوقتي احنا في الوقت الحالي من 2013 لغايه دلوقتي بنحاول نبني الدوله انها تتحسن اقتصاديا. طيب كل ده ليه؟ عشان انت تجربتك غير تجربه الناس دي. كان عندك عجز في السكان، عندنا عجز بنحاول نستغله. وغير كده الصين عندها حاجه مهمه جدا، عندها عقول مفكره وبيستغلوه. يعني ايه؟ يعني موجودين بيشتغلوا عندهم افكار وبينفذوها. انت هنا في مصر العقليات ما بتصدق تهاجر، ودي مشكله، مشكله لازم تتعالج. المشكله ان احنا لازم نوجه الحاجات دي لمصر عشان نقدر نطلع امكانيات احسن واحسن من الصين كمان. طيب دلوقتي ممكن نتكلم في القصه دي بعدين، وخلينا نرجع تاني لقصه الطاقه. طيب كفايه ان انا اقول لك ان اصلا بمناسبه يعني الازمه اللي انا بتكلم عليها دي، فهي مصر بتوجه قد ايه لفكره قطاع الكهرباء؟ بتوجه 104.2 مليار جنيه للقطاع الكهرباء. طيب وضيف على ده كمان ان انت اصلا عندك مديونيه، يعني الرقم اللي انا بتكلم عليه اللي هي بتخصصه لقطاع الكهرباء ده بيزيد بالمناسبه. وزود على كده ان في اصلا مديونيه عند وزاره البترول كام؟ 390 مليار جنيه. طيب 390 مليار جنيه، وكان المفروض ان هم، يعني دي احصائيه قديمه، كان المفروض ان الرقم ده يزيد بنهايه 2025. فكل الكلام اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه دوت بيسبب مشكله عندك. طيب كفايه ان انا برضو اقول لك ان انت مش دوله بتروليه، فبطبيعه الحال كونك غير دوله مش بتروليه، فطبيعي ان ده بيخليك ايه؟ تعمل ايه؟ تستورد. حتى لما حصل موضوع ازمه ايران ده انت اضطريت تلجا لليبيا عشان تستورد منها، عشان انت ما عرفتش تاخد من الكويت والعراق اللي هو كانت مقفول عليهم المضيق. فلجئت لليبيا، والحمد لله يعني اشقائك ساعدوك في القصه دي، ولكن دي مش قصتنا. المهم ان انت بتستورد بترول. طيب ولما بتيجي بتبيع كهرباء بتبيعها بالجنيه، فده اللي بيسبب ايه؟ تحريك سعر الصرف، وده اللي بيسبب ازمه في الوزاره. طيب وبالتالي الوضع المالي بتاعك بيبقى صعب، فبيخليك تلجأ لايه؟ فكره الترشيد. زي مثلا الحمله بتاعت بيتكم منور بيكو دي اللي على التلفزيون اللي بنشوفها كلنا. فكل الحاجات دي بتساعدك ان انت توفر في ظل كمان الازمات اللي انت بتمر بيها، زي ما قلت حرب ايران دي اثرت على العالم كله. يعني شفنا امريكا والمواطنين هناك بيتكلموا ان هم سعر البنزين غلي، شفنا المواطنين الاوروبيين بيشتكوا، بيقولوا ان في دول قالت انها تعلن افلاسها عن وزاره البترول بسبب انها مع الموضوع مش عارفين يتصرفوا، محتاجين بترول. فكل القصه اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها دي مش بسيطه، مش هينه. ف... فطبعا ان الدوله تعرف تمر بيها دي حاجه كبيره. غير كده كمان انا عايز اقول لك حاجه، لولا الحملات اللي انا قاعد بكلمك عليها دي سعر الكهرباء والغاز اللي انت بتدفعه كان هيبقى اغلى، او احنا بندفعه كلنا، يعني انا معاكم يعني. فالمهم كل الكلام ده مهم بيأثر، والدوله بتحاول تعالج المشكلات ديت. ففكره الترشيد دي حاجه مهمه جدا، وعشان كده هم بيلجأوا لها، عشان كده احنا لازم نحترمها. وليها نتائج ايجابيه. يعني احنا شفنا مثلا
ان حصل توفير في الغاز الطبيعي بنسبه نص الى 1%. طبعا انت بتقول نص 1% ده اي كلام، لكن احب اقول لك ان ده على لغه الارقام والفلوس، فده بيتراوح ما بين 25 مليون دولار شهريا. وطبعا دي مش حاجه قليله خالص، ودي حاجه كويسه جدا ان انت تقدر توفر مبلغ زي ده. ان انت توفر يعني المبلغ او توفر الغاز الطبيعي، ان انت بتاخد عمله صعبه فسعر العمله عندك بيتحسن، بتواجه تحريك سعر الصرف، بتقدر توفر فلوس تقدر توجهها لمشاريع كبرى بدل ما انت توجهها للحرق الوقود المنزلي يعني. فدي مشاريع الدولة لازم نحترمها، يعني بجد رسالة مهمة جدا. احنا لازم نحاول نرشد عملية ترشيد الطاقة دي، لازم نشتغل عليها كلنا. يعني خلينا نتفق على حاجة، هو لما بيقول لك ترشيد الطاقة فإن عشان الدولة عندها عجز وعشان انت تقدر تعيش. يعني هو اصل برضه خلينا نتفق على حاجة الناس اللي فوق، يعني وزير ولا اي كان او اي حكومة، مش يعني ايه اللي هيخليه ان هو يهتم ان هو يقلل الكهرباء؟ عشانك انت، عشان الدوله، عشان ان القطاع الكهرباء ده يتحسن، ان يتوفر لك فلوس ان نقدر نعمل مشاريع. انت لما تطفي اللمبه والكهرباء تتوفر، فانت بالتالي هتدفع فاتوره اقل، الدوله هيجي لها فلوس اكتر تقدر توجهها لمشاريع تانية، الاقتصاد هيتحسن، مرتبك هيزيد. كل الدايره دي متاثره ببعضها، فلازم نحترم الحملات دي ونحاول ندعم الدوله على قد ما نقدر. في الوقت ده بالذات عموما الدول عمرها ما كانت بتقوم بشخص او فكره او كده، لازم يبقى في قرار جماعي ان دي دوله. والدوله دايما بتعتمد على راي عدد، مش فكره شخص طلع وقال لك احنا هنعمل كده، عمرها ما كانت بتمشي كده. دايما بيبقى في قرار جماعي، لازم الشعب بيكون بيدعم السلطه والحكومه عشان نقدر نوصل لمراتب اعلى. وبالنسبه للحكومه انا شايف ان زي ما بقول لك، انا جايب لك احصائيات كتير جدا بتدل ان احنا بنوفر، حملات الترشيد دي بتوفر. خلينا نتفق على شيء مهم جدا بالنسبه بقى للحكومه. دلوقتي لما وزير طاقه ولا رئيس جمهوريه يطلع ويقول لك دلوقتي احنا محتاجينكم توفروا الطاقه بشكل معين، هو بيعمل كده مثلا عشان مين؟ ما هو عشان احنا. يعني دلوقتي الكهرباء اللي هتتوفر دي، ما هو انت اللي بتدفع الكهرباء، ما انت اللي بتجي لك فلوس فتروح دافع الفواتير وبتقع فلوس وبتيجي تشتكي منها اخر الشهر. طب ما توفر، ما تطفي النور، ما تطفي النور اللي انت ما بتستهلكوش. قول لعيالك اللي بيقعدوا فاتحين الاجهزه ليل نهار، قول لهم اقفلوا الاجهزه دي شويه، قننوا استهلاكها لغايه لما الازمه تعدي. بجد يعني انا بكلمكم بجد. لو يعني بتتكلم بقى على مفهوم الحياه المستقره عند الناس التانية، اللي هو لازم بقى يبقى قيراط ونص. ف فاللي هو يعني لو بتتكلم في كده، فاهو ده التفكير الصحيح، ان انت تعمل ايه، انت اللي تقنن. هو قال لك آه، بيتكم منور بيكو. هو طبعا الفكره ان انت تطفي النور. يعني في اوقات انت مش محتاج فيها، يعني دلوقتي النهار وطالع، هنقعد بقى مولعين النور نعمل بيه ايه؟ وده بيحصل كتير. يعني المشكله ان هو بيحصل كتير، ان انت دايما بتلاقي في البيوت ان الانوار بتبقى مولعه في النهار. طب ليه؟ ما هو يعني ربنا ما كان خلق لنا النهار ليه؟ وبعدين في الليل بقى طبعا التكييف بتزيد والكلام ده. طبعا انا اصلا عندي مشكله مع جهاز اسمه التكييف، ان هو السبب في فكره الاحتباس الحراري وارتفاع الحراره ومشاكل ضخمه كبيره جدا، بس مفيش حد بيستغنى عنه. يعني هنعمل ايه؟ وطبعا ده بيستهلك كهرباء بشكل كبير جدا، لو بالذات لو مش مظبوط. ف كلام كبير بقى ممكن نتكلم عنه في حلقة تانية، بس الأهم اللي أنا قلته لكم ده، إن إحنا نعيش في الدنيا كعابر سبيل. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إحنا نعيش عابر سبيل. جايين نعمل إيه؟ ولادنا ناخد بالنا منهم، زوجتنا أمنا وأبونا طبعا. والأهم من كل ده عبادة الله سبحانه وتعالى وعيش حياتك. شوف بقى هتعيشها إزاي، تاخدها تعليم، صنعة، شغلانة كده. اتطورت، ربنا كرمك، علمت الناس، قدرت توفر علوم اقوى، بقيت قدوة في حاجة، ربنا كرمك في حاجة. مهم في الاخر ما تنساش ان انت هنا تعبد الله. عبادة الله هي الهدف من هذا الكوكب والحياة التي خلقت. فدي حاجة لازم ما ننساهاش، ودي الحاجة اللي انا كنت عايز اقول لكم عليها. وبس، شكرا لكم ان انتوا فضلتوا معانا لاخر الحلقة. طبعا ما كنتش طولت عليكم، واسف لو كنت طولت عليكم. وان شاء الله هيبقى في حلقات جايه كتير، تابعونا. ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا وشيروا بقى القناه مع اي حد تاني ممكن يبقى مهتم بمحتوى القناه ده. عايزين نزود بقى عدد المشتركين شويه. وما تنسوش اللايك. وكان معكم عمر الصباحي من قناه انا عندي سؤال.